إذا مرة أخرى مساء الفل مشاهدينا الكل، وسأذهب سريعا للحمام وأعطي الميكروفون إلى الكابتن حمادة إمام. تفضل كابتن حمادة. شكرا رؤوف خليف. سيداتي يا نساتي سادتي، مرة تانية من ملعب المباراة وماتش تولوز وباريس سان جيرمان، واحنا سايقين بنتفرج عليه. ماتش مثير جدا جدا جدا. الشوط الاول انتهى 0-0. حاول ونشوف واحدة على طول طويلة. اوعى زلاتان ده ملوش وحش زلاتان ده 194 سنتي متحرك على طول مكنة. زلاتان وانخيل دي ماريا لعيب نجم كبير قوي. دي ماريا هو وايزيكيل لافيتس، ومعاهم لوكاس مورا ده في الاحتياط النهارده ملوش حل برضه لوكاس مورا، ومعاهم برضه في نص الملعب اللاعب فاراتي الايطالي نجم كبير قوي. تولوز انا ما اعرفش حد فيه الحقيقه عشان كده مش هكلمكم عليه. وحارس مرمى سيلفادوري سيريجو برضه باريس سان جيرمان نجم كبير سيلفادوري، ولعيب برضه عايزين اليوفنتوس يجيبه عشان يبقى خليفه جيجي بوفون. ادي كرة طويلة مرة تانية ولوكاس مورا قدام حضراتكم. يا ولد يا ولد يا ولد، وماتش ودي واحدة اتلعب ثواني وخطرة. اوعى ده وماتش كبير جدا يا جماعة، وهيبتدي حالا دلوقتي. نروح بقى على طول اهو السنترة ويرجع على طول. انا هروح على حضراتكم عشان انا معلق على مباراة تانية، وهدي الميكروفون لزميل يوسف سيف. اتفضل يا يوسف. إذا أيها الأحبة في كل مكان، أيها السيدات والسادة، نحن من هنا من ملعب المباراة نحييكم. ولقاء يعني احنا نقول والله ان هنالك امطار، وحينما تأتي الامطار الى ملعب المباراة تأتي المياه، وحينما تأتي المياه فنكون نحن تحت المطر، وباريس سان جيرمان تحت المطر، وايضا تولوز تحت المطر. ولاحظ ان هنالك واحد سعودي بالسيارة الهيلوكس والله كسر الإشارة، يعني شيء عادي وتحدث كثيرا. ولكن نعود نحن تحت المطر، والشاشة والله ما هي باينة كويس، لكن نحن تحت المطر، وتولوز تحت المطر، وباريس سان جيرمان تحت المطر، وبالتالي أيضا حكم المباراة تحت المطر. ولاحظ معي الأمطار تأتي الآن. احنا نلاحظ شوف الإشارة فتحت الآن، والكل يعطيني الرعاش من أجل أن أمر، وبالتالي أنا أمر الآن على الإشارة بدون أي مشكلة، متجها إلى بيتزا هات لأجل والله واحدة بيتزا صغيرة ما فيها شيء يعني قليل من الجبن، كثير من الخضار، مشروم موجود نعم. ولكن نعود إلى المباراة. والآن ودي والله أعطي الميكروفون إلى زميلي في التعليق، الزميل عصام عبدو نجم التعليق المصري. تفضل يا عصام. طبعا هنا بنقف في الإشارة، نجوم كبيرة جدا في الإشارة هنا معانا، مش معقول. طبعا بنحاول نشوف هنا الإشارة بتتكلم ازاي يا جماعة. شوف هنا الإشارة، حتى لو في كل مكان الإشارة خضراء لازم تعدي. اوعى تقف في الإشارة وهي خضراء، خدها مني بضمان المعلق العربي. عدي في الإشارة لما تبقى خضراء ما يهمكش، عدي في الإشارة. هنا الإشارة خضراء لازم نعدي، لأن هي شوف صارت مش ممكن يا جماعة. الإشارة دي يعني حاجة صعبة جدا، واحنا تقريبا كسرناها، لكن مفيش مشكلة. نرجع تاني بقى. هنا باريس سان جيرمان وتولوز. عايز يعدي عايز يفوت. خطر جدا. شيكابالا يا ولد، الاباتشي يا جماعة، الاباتشي. هو شبه شيكابالا الحقيقة، انما هو مش شيكابالا طبعا. شيكابالا في تولوز صعبة جدا، نجم كبير جدا شيكابالا. الاباتشي المصري كلنا فاكرين جوله في سموحة لما جاب الجول في اخر دقيقة، واسعد كل الجماهير المصرية. ونرجع تاني بقى ماتش تولوز وماتش باريس سان جيرمان، ماتش كبير جدا. ولكن طبعا لسه لحد دلوقتي اتنين بيسخنوا، واحنا نقلنا على الهواء بسرعة جدا. فبتاخدها مني بضمان المعلق العربي، حتى لو في الهلولو في اي حتة بنسمع الكلام ده وبنقوله. كفايه كده بقى عشان ما عادش في معلقين، لسه في معلقين. حد تاني فكروني يا جماعه، فكروني. كابتن مدحت شلبي، كابتن شلبوكه العظيم. وادي الشرطه قدام حضراتكم، روعه الروعه، اقسم لكم بالله متعاونين للغايه. يشوفوك تكسر الاشاره ياخدوا رخصتك فورا، مفيش هزار. انما انت لو سعودي مفيش ما يمنع اطلاقا ياخد اشارتك، ياخد رخصتك. ليه؟ اكسر براحتك، انت سعودي. انما انت لو مصري ياخد اشارة ابوك وياخد العربية. تعالى رايح فين وجاي منين.
كسرت الاشاره ليه؟ كسرت الاشاره ليه؟ انما لو سعودي مفيش ما يمنع اطلاقا. نروح بقى لباريس سان جيرمان عشان ما نترحلش نروح لباريس سان جيرمان وتولوز، ولكن بعد الفاصل.